صلوا على النبي يا جماعة نكسب معاكم صلاة النبي. أهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. النهاردة العجائب والطرائف، النهاردة الغريب كله. قصة اتكررت كل شوية بنعيد فيها ونزيد فيها وبتتكرر كتير جدا، لكن مفيش حد بيتعظ ومفيش حد عايز يفهم ولا يقدر ولا ياخد باله. انا كنت رافضه القصه بصراحه لان انا عدتها اكتر من مره ونصحت فيها اكتر من مره، لكن صاحبه القصه اصرت ان هي تعرضها علشان تشوف اراء الناس وتشوف الناس هيقولوا ايه في موقفها هي او اللي عملته وموقف جوزها، ويساعدوها ويقولوا لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. انا غير مسؤوله عن اي شتيمه او عن اي غلط يتقالك او رد فعل حد يكون مش كويس يقولهولك. قصتنا النهارده عن زوجه بتقول الحقوني، جوزي بيحمي بنتي اللي عندها 9 أو 10 سنين. بيحميها يعني ازاي؟ يعني بقت عروسة 9 أو 10 سنين، خليها 9 سنين بيدخل بيها الحمام ويحميها. طب ما تيجوا نسمع القصة من الأول علشان نحكم هو بيحميها ليه وإيه ظروف الراجل ده وإيه رد فعل الأم. الأم بتقول إن هي متجوزة من 15 سنة، اتجوزت صاحب اخوها، كانوا اصدقاء الروح بالروح، شافها وهو عند اخوها، عجبته عجبها، المهم اتخطبوا، حبته بعد الخطوبة، يعني جواز صالونات في الاول وقلب لحب، حب بجنون. بتقول اتجوزنا واول ما خلفت بنت، وبعديها الولد عنده في الوقت الحالي 7 سنين. طيب تمام. الموضوع ما فيه يا جماعة ان هي حاولت على قد ما تقدر ان هي تخلي جوزها يصلي، مفيش صلاة، مرضيش يصلي. طب واللي زاد وغطى انه مش بيصوم، حاول تصوم رمضان وتحاول ان هي تقول له مثلا يعني حرام وده شهر في السنة وده حسناته كتير وخيره كتير ورزقه كتير، مفيش، ما اقتنعش. كانت بتصوم هي. لكن الانيل بقى والافظع ان في نهار رمضان كان يجي من بره او من شغله يقول لها تعالي عايزك دلوقتي. طبعا انتوا فاهمين. تقول له ازاي انا صايمه ما ينفعش، يعني انا ماليش دعوه، صايمه مش صايمه ده شيء ما يخصنيش، يلا. ويشدني ويروح بيا اوضه النوم. كان شهواني جدا، جنسي جدا، كان يعشق الحاجات دي ليل نهار، ولا فارق معاه رمضان ولا فارق معاه كنت بصلي، بيشدني وانا بصلي بيعمل نفس الحاجات دي برضو، ولا فارق معاه اي حاجة، على طول عايزني في السرير. سكت وقلت هروح اقول لمين واشتكي لمين وافضح نفسي واقول ايه، جوزي بياخدني في اي وقت، بقى انا ايه، قفلت بقي. لكن اللي زاد وغطى بقى ان البنت كبرت وبقى عندها 9 سنين 10 سنين، وبقى ياخد البنت يقول لها تعالي احميكي، ويدخل بيها الحمام ويحميها ويمسكها من حتت حساسة جدا، والبنت تطلع تقول لي الحقيني يا ماما، ده بابا وانتي بره خدني الحمام حممني ولا استحميت وشفت بابا، انا شفت بابا. تقول لها شفت ابوكي ازاي؟ تقول لها يعني شفت حاجات في بابا، عيب كل حاجة. نهار اسود، وحماكي يعني ازاي؟ قالت لي ماما قلعني ومسك حتت كده، والبنت فضلت تشرح لامها عادي اللي حصل. الام فضلت تولول وتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، ولا ايه مالك انت، فيكي ايه وانت مالك، بنتي وبحميها مالكيش دعوه، عاجبك عاجبك مش عاجبك الباب يفوت جمل وسيبي ولادي. تقول اسيب ولادي يعني امشي واسيب له البيت بعد كده يعتدي عليها ولا يعمل فيها حاجه؟ ما هو بيحب الحاجات دي جدا ومش هيفرق معاه، عمى عنده عمى. قلت له طب خد الواد حميه اهوت زيك، لكن ما ينفعش البت تشوفك وانت تشوف انت عايز ايه. يقول لها بصي النسوان بره غاليه، ودي بنتي حقي، انا اللي ربيت وانا اللي باكل وانا اللي بعمل وخيرها ما يروحش لغيري، انا ماليش دعوه. بتقول تعبت جدا جدا جدا، وحاولت اعمل اي حاجه ابعده عن البت، مفيش فايده، لحد ما البنت وصلت لسن 14 سنه وبلغت، يعني جات لها خلاص، يعني بقى بنت بلغت، يعني انتوا فاهمين. وبرضه بياخد البنت من 9 سنين لحد 14 سنة بيحميها. البنت اتعودت على كده. البنت بقت تيجي من المدرسة تقول ماما بابا فين، انا عايزة استحمى، ماما بابا فين، بابا قوم يلا عشان تحميني، وهو يستلذ ويدخلوا الاتنين الحمام ويستحموا مع بعض، وتطلع البنت دماغها في عالم تاني.
نفسيتي تعبت وقرفت وزهقت وما بقتش عارفه اعمل ايه. طب اروح احكي لاخويا؟ طب اروح اعمل؟ وبعدين بيهددني يطردني والعيال يعيشوا معاه. والبنت خلاص بقت مزاجها ودماغها ابوها، ما بقتش عايزه حاجه تاني غير ابوها. ويا عالم انا مش عارفه بيحصل ايه تاني جوه، لان بيقفلوا على نفسهم الباب. وانا بصراحه مش عارفه اتصرف ازاي، وخايفه على البنت لا يحصل لها حاجه ويبقى كل ده من ابوها. قولولي اعمل ايه واتصرف ازاي، انا خايفه بجد، خايفه على البنت ومش قادره اتصرف ومش قادره اعمل حاجه وبيهددني. وبعدين اخوها ابتدى يلاحظ حاجات غريبه ويقول لي طب ما ماما ما تيجي انا كمان معاكي في الحمام، حميني ماما بقى، مش معنى بابا بيحمي اختي بقى. طب انا خلاص اعمل زيه؟ انا في مصيبه ومش عارفه اعمل ايه. طبعا الحل هيبقى حل وسطك. صراحة أنا مش عارفة بصراحة أرد أقول إيه في الموضوع ده، غير إنك أنت صاحبة الغلط من الأول. كنت شفتي موقف زي ده كنت جريتي قلتي لأخوك اللي هو المفروض صديقه، قلتي للدنيا كلها وحميتي بنتك من اللي هي فيه. أنت كده بتعلمي بنتك أو علمتي خلاص بنتك عدم الحياء، خلاص بتتكشف على أبوها. وعادي جدا راجل ماما وبابا بيتخانقوا إن بابا ما يعملش كده، لكن بابا كلامه اللي بيمشي يبقى بابا هو الصح. يبقى البنت ممكن تحب بره، تعرف راجل بره يحميها بره، يعمل اي حاجه، خلاص ما هو عادي. رب البيت بيعمل كده والام موافقه على كده وما بتاخدش موقف، والموضوع بالنسبه له عادي، خلطبيطه بالصلصه. وهي كمان البنت شايفه الخلطبيطه بالصلصه دي، ما هتعمل ايه؟ والاخ ابتدى يقول انا كمان احمي اختي. يعني انت بتنشري محارم في قلب بيتك، هي خلاص مش بتنشري، انت نشرتي. خايفة على ايه؟ بيت ايه اللي يتخرب؟ الله يخرب بيتك. بيت ايه؟ بيت ايه؟ ما خلاص اتخرب. يعني ولادك كلهم بقوا معك في عك في طين في زفت مع الاب. انت عايزة ايه بقى؟ انت باقية على ايه؟ خايفة منه لا يطردك؟ هو رب؟ هو ده ربك؟ يعني الرزق من عنده هو؟ اللقمة اللي بتاكلها الدودة في الحجر هو اللي بيعملها، ولا ربنا اللي بيقف مع البني آدم ويرزق كل واحد على قد نيته وضميره؟ كان المفروض من الاول خدتي البنت ومشيتي ونحتي في الصخر وربيتي ولادك صح. الموضوع والغلط عندك انت، وانا ما عنديش حل غير انك تبلغي البوليس وهو في الحمام كده وتمام.